100 اهلا ومرحبا فيكم في برنامج المسامح كريم. القصه اللي راح نشوفها اليوم هي مشكله بين اتنين مرتبطين، وهلا راح نحل المشكله سوا. اولا بنستقبل صاحب المبادره احمد رمزي. احمد متدمر من غير حبيبته رنا ونفسه يرجع لها، ولان كل مشكله وليها حل فدعينا رنا. رحبوا معانا برنا. انا بحب حضرتك جدا والله العظيم. الله يسعدك. اكيد بدك تعرفي مين دعاكي لهالبرنامج. جدا بصراحه. اذا نفتح الستار. احمد انت ايه اللي جابك هنا؟ استاذ جورج انا عايزه امشي. طب انا بحبك يا بنت، انا جاي احب ما تقوليش بحبك والكلام ده، انا خلاص بقى زهقت منك ومن كلمه. صدقني بقى انا غلطان، انا عايز امشي بعد اذنك يا استاذ. يا ابني انت اللي داعينا. انا فاكره منصه اربح المليون. كل مشكله ولها حل، اتفضلوا. حضرتك ده شخص كذاب، عارف عليا بنت خالتي وبنت عمتي. ما انتوا على تتحبوا وبعدين ماسكه فيا انا وسابه انك بتخرجي مع الجامعه كلها. أبوه يا استاذ جورج ده كان كل يوم بيسهر في نايت كلوب. ده كان ايام كورونا وكنت بدور على كحول. حضرتك ده كل شويه يبعت اد لاصحابي البنات، قلت لك الاكونت كان متهكر. واللي هكره ده بعت اد ل7 اصحابي. ده هاكر ممكن يعمل اي حاجه. حضرتك ده احنا بنبقى بنتقابل ونتكلم والدنيا حلوه قوي، وسبحان الله يوم عيد ميلادي تليفونه يتقفل ويختفي. صدقني بالله انا غلطان ان انا بعمل لك مفاجاه. كل شويه انصحي الولاد اللي عندك، انصحي البنات اللي عندك، انصحي قرايبك، حرام عليك ظهري اتقطم. نفسي اعرف يعني ايه اخرج في البيت الساعه 7. انا اصلا بصحى الساعه 5. يا سيدي احنا عيله محافظه. طب ما اسمها بنت خالتك بترجع الساعه 10. ايه؟ ايه اه مره صحيت 4 الفجر لقيته اونلاين، بتصل بيه لقيته ايه؟ قلت لك واحد صاحبي كان بيصحينا عشان اصلي الفجر. ده كل يوم على كده. ما الفجر بيأذن كل يوم. حضرتك ده ابن امي. ما انا ابن امي، امال هكون ابن خالتي؟ ده في بنطلون معين بيقول لي ما تلبسوش غير وانتي معايا، هو انت حزام؟ حضرتك ده حتى اللحظات الكويسه ما كانش بتبارك لي فيها. انا مره كنت رايح اخطب. ايه ده؟ بصي باسلوبك ده انا مش عايز ارجع. اساله ليه مش عايز ينزل على الفيسبوك ان احنا مرتبطين. ليش يا استاذ احمد؟ حضرتك انا جوز عمتي لسه متوفي، قلت لها بعد ال 40 هنزل. وفاضل قد ايه؟ انا لسه 26. حضرتك ده كل شويه بيخيرني ما بين حاجتين، ده في مره بيخيرني بيقول لي انا ولا ابوكي، ما كده ابويا. اكيد ابوكي. ده شاب غير مسؤول، ده انا عزمته على فرح اختي جيب شغل. ما انتوا اللي عاملينه في نادي. مره بقول له لو مت هترتبط بعد ما اموت ولا لا، قال لي لا. معلش وايش المشكله؟ ايش المشكله؟ ما قاليش بعد الشر، بس طبعا لازم تدافع له، ما انتوا رجاله زي بعض. اهو ده بقى اللي بيحصل يا استاذ جورج، دايما نكد وقرف كده عايشين فيه. انا يا احمد انا نكد وقرف؟ ماشي، روحني. ولا تروحني ليه؟ كفايه انا انكد عليك. روحني يا استاذ جورج. وانا مالي انا؟ كل شويه ابن خالتي جاي من الخليج، وابن عمي جاي من امريكا، وابن خالي جاي من لندن. ايه عيلتك كلها محترفين؟ ايه يا عم جورج؟ انا عاوز اعرف حاجه واحده بس، هو انت بتحبني؟ جاوبني ولا لا؟ ممكن نحذف اجابتين؟ احمد المسامح كريم. طب هي اللي مش عايزه تسامحني؟ انا نفسي تديني الوقت اللي بتديلي بلاي ستيشن، ما انا بدراعين اهو. طالما انا مش عاجبك كده حبيتيني ليه؟ انا من عشاق المرضى النفسيين، بنجذب للتوكسيك، ده حتى ما قاليش انه متجوز. لا بعد اذنك، حياتي الشخصيه خط احمر. انت انسان خاين ولا تطاق، وانا فعلا مش عايزه اكمل معاك. خسيتي بجد؟ والله، خسيتي يا يا ايه؟ يا ايه بجد؟ شفت؟ والله العظيم ما هرجع له تاني، عشان ده اصلا انسان مش محترم. انا ماشيه. استني يا معلش يا استاذ احمد، كان بدي احل لك المشكله. لا ولا يهمك يا استاذ جورج، مفيش مشكله. انا ينفع اجيب دعوه لساره صاحبتي؟ اصل احنا سايبين بعض.